تحية لكم سيدتي وسادتي من مقر البرلمان، حيث يترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية 11 للبرلمان. وجلالة الملك حفظه الله في موكب رسمي بهيج تحفه العناية الربانية، يتجه في حفظ الله ورعايته من القصر الملكي بالرباط إلى مقر البرلمان وسط حشود غفيرة من المواطنين والمواطنات الذين يباركون الخطوات الرائدة والسديدة لجلالة الملك حفظه الله من أجل تحقيق التنمية والازدهار الشامل، مجددين آيات الولاء والإخلاص والوفاء والتعلق بالعرش العلوي المجيد، والتأييد الدائم للمبادرات والخطوات الهامة التي انخرط فيها المغرب على مدى العقدين الماضيين بفضل الرؤية الملكية المتبصرة والاستشرافية، والتي أحدثت تحولات جذرية وعميقة في مسار تحقيق النهضة التنموية الشاملة، وبوأت المغرب مكانة مرموقة ومتقدمة بين سائر الأمم والشعوب. إنجازات عظمى وأوراش إصلاحية كبرى ربحنا بفضلها رهان التحديث والعصرنة وتحقيق العديد من المكتسبات تحية العلم على نغمات النشيد الوطني، وصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ومرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، يستعرض تشكيلة من الحرس الملكي تؤدي لجلالته التحية الرسمية. المسار التنموي لبلادنا والحمد لله، وكما أكد ذلك جلالة الملك نصره الله، وصل إلى درجة من التقدم والنضج أصبحت معه بلادنا في حاجة إلى الجدية للارتقاء به إلى مرحلة جديدة وفتح آفاق أوسع من الإصلاحات والمشاريع الكبرى التي يستحقها كل المغاربة، بالشمال كما بالجنوب، بالشرق كما بالغرب، بالحاضرة كما بالبادية. فعنوان المرحلة الجدية والالتزام على هدي التوجيهات الملكية السامية لبلوغ مدارج الرقي والازدهار والتنزيل الأمثل للجيل الجديد من الإصلاحات والأوراش التنموية الكبرى لتدعيم وتعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز السيادة الصحية والدوائية والغذائية والسيادة الطاقية والمائية، وجذب المزيد من الاستثمارات لخلق فرص الشغل للشباب ضمن رؤية ملكية استراتيجية طموحة واعدة لبناء نموذج تنموي تشاركي جديد يروم وضع خطة طموحة للانتقال إلى مغرب مزدهر، مغرب الكفاءات، مغرب الإدماج والتضامن، ومغرب الاستدامة والجرأة، مغرب مزدهر يخلق الثروات وفرص الشغل، ومغرب الكفاءات بالاستثمار في رأس مال بشري ذي قدرات ومؤهلات عالية، ومغرب دامج عبر منح الفرص للجميع، ومغرب مستدام عبر تكريس المسؤولية الجماعية، ومغرب الجرأة عبر التحول إلى بلد رقمي وضمان الريادة الإقليمية في مجالات مستقبلية تحظى بالاهتمام. لقد ظلت المؤسسة الملكية
في قلب المسار التنموي للمملكة ومحركه الأساس نحو التقدم والازدهار، الضامنة للوحدة والاستمرارية في تناغم وتجاوب دائم ووثيق بين القمة والقاعدة، بين العرش والشعب. فالسيادة الوطنية لا تكتمل إلا بالعرش وبصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، موحد الأمة وناظم عقدها وحافظ وحدتها الترابية، المتجاوب دوما مع نبض وتطلعات وآمال شعبه الوفي من أجل التقدم والازدهار والرخاء. فالحمد لله على ما تحقق من أوراش كبرى بفضل الرؤية الملكية المتبصرة نباهي بها الأمم. فالعهد المحمدي هو عهد التحولات الكبرى والمنجزات العظمى، عهد يشكل مصدر فخر واعتزاز كبير لكل مغربي ومغربية داخل وخارج أرض الوطن. مغرب يحظى بالتقدير والاحترام وبالثقة والمصداقية إقليميا جهويا ودوليا. مهما كانت جسامة التحديات بالتعبئة الشاملة والعمل الدؤوب والصمود لبناء مجتمع ديمقراطي تنموي، تتعبد الطريق وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، قائد هذه الأمة وضامن وحدتها واستمراريتها. فالمغرب